نعم، الطالب يعني بالرغم مما تحدثت عنه حول دولة إسرائيل ونعرف موقفكم من هذا، ولكن إسرائيل رغم صغر حجمها في نهاية المطاف هي دولة وازنة في المنطقة وكذلك في العالم، ولا شك أن لربما هذا الاعتراف الإسرائيلي أيضا سيؤثر على الموقف الأمريكي وموقف إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، وبهذا يمكن القول أنها لربما بعد هذا الاعتراف ستبدأ الولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بالصحراء. هذا ما كان يقال سيدتي الكريمة منذ 3 سنوات عندما قام ترامب باعترافه الشهير بما يسمى مغربية الصحراء المزعومة، وتم التعهد بتصريح من طرف السلطات المغربية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لفتح سفارة في أراضي الصحراوية المحتلة في الأشهر المقبلة كما قال وزير الخارجية المغربي. ولقد فاتت الآن 3 سنوات والإدارة الجديدة إدارة بايدن التصريحات التي أتت في عدة مرات من طرف بلينكين وهو وزير الخارجية الأمريكي والمكلف بالشؤون الخارجية الأمريكية، قال نحن بالحرف الواحد ندعم مجهودات الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذا النزاع وندعم المبعوث الأممي ستيفان دي ماستورا. وطبعا من يدعم الأمم المتحدة بطريقة مباشرة وغير مباشرة يدعم الاستفتاء، لأن الأمم المتحدة تعمل على تطبيق الاستفتاء ولديها لجنة لإقامة هذا الاستفتاء وهي لجنة المينورسو التي موجودة في الصحراء الغربية. فهذا طبعا لم يغير شيء. صحيح ويمكن لنا الإشارة أنه هذا الاعتراف من طرف إسرائيل يمكن له أن يعزز الشراكة العسكرية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الشعب الصحراوي، يعني التعامل بالدرونات إلى آخره، أو الاستنجاد بإسرائيل أو الجنود الإسرائيليين أو بعض الاستراتيجيات العسكرية الإسرائيلية للمهاجمة على عناصر جيش الصحراوي التي تتواجد في الأراضي الصحراوية في حرب مفتوحة ضد المغرب. وهذا سيؤثر طبعا على القضية الصحراوية، لكن كذلك هذا يعطي للشعب الصحراوي أكثر عزيمة، لأنه لا يكافح فقط ضد الاستعمار المغربي بل هو يكافح كذلك ضد الإسرائيليين. وهذا كذلك سيؤثر على القضية الفلسطينية، لأنه المغرب سيعطي لإسرائيل نوع من المساعدة للدخول في العالم العربي ومحاولة فرض وجودها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيدعم كذلك إسرائيل في قصفها لغزة وقصفها للأطفال الفلسطينيين. فأعتقد أنه أن يصل بك الحال إلى أن تتحالف مع الصهاينة على أبناء عمومتك من الفلسطينيين ومن العرب أعتبره أقصى حد من الظلم وأقصى حد من الانحطاط وأقصى حد من الفشل وعدم الكرامة وعدم احترام الذات قبل أن يكون احترام الشعب المغربي. فحقيقة شيء مؤسف أنه من يترأس لجنة القدس وهو الملك المغربي التي تقول أنها لجنة للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، نراه كيف يتحالف في نفس الوقت مع من يغتصب أراضي الشعب الفلسطيني ومن يحتل الشعب الفلسطيني ومن يقصف الشعب الفلسطيني. فيعني التحالف مع إسرائيل هو إهانة، نعتبره إهانة للشعب المغربي ولكل الشعوب العربية، لكنه يزيد من عدالة القضية الصحراوية ويزيد من عدالة القضية الفلسطينية. وأطرح سؤال مهم جدا يجب على كل المشاهدين وكل العرب أن يطرحوا هذا السؤال: إذا كانت الأراضي الفلسطينية حقا أراضي إسرائيلية، لماذا يحتاج إسرائيل إلى هذا التطبيع مع المغرب وأن تفتح له المغرب سفارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟ هذا دليل واضح على أنه إسرائيل يحاول أن يمرر احتلاله للأراضي الفلسطينية. وكذلك بطريقة مختصرة نفس السؤال في الصحراء الغربية: إذا كانت الصحراء الغربية أراضي مغربية، لماذا يحتاج المغرب إلى هذا التحالف مع إسرائيل وفتح سفارة إسرائيلية في الأراضي الصحراوية؟ نعم سعيد، لربما تريد التعقيب على كل هذه الأسئلة فيما يتعلق بالإهانة للشعب المغربي بعد هذا الاعتراف. هذه ليست إهانة وإنما هو الذي يعتبرها إهانة. ألم تعتبر بأن الشعب المغربي وللمغاربة طالب لو سمحت إذا سمحت تعلم أن تسمع لأنني لا أريد أن أدخل معك في سجال حتى لا تقول أنني أشخصن القضايا، وخلينا نحكي بشكل جدي. أعتقد بأن الإهانة إذا كان يتحدث عن الإهانة يجب أن نتحدث عن الإهانة التي تلقاها الرئيس الجزائري عندما زار روسيا وقال ويتوسل من روسيا أنه قال بأنه تضمن حرية وأمن الجزائر. كيف لدولة تقول عن نفسها تدعم القضايا الفلسطينية وتدعم البوليزاريو وتذهب إلى روسيا وتقول بأن روسيا هي التي تدعم الأمن وحرية. طالب لو سمحت
وبالتالي عندما يتحدث ما دخل الجزائر يا اخي؟ لماذا ذكر الرئيس الجزائري يا اخي؟ خلينا نتكلم. لا تقاطعني انت عندما نحكي في التوتر في قضيه معينه تحاول ان تهجم لكي نلغي الموضوع، لكن انت عندما تتحدث عن القضيه الفلسطينيه، في قلب المغاربه وفي قلب الحكومه المغربيه وفي قلب العاهل المغربي والذي يترأس لجنه القدس، المغرب يضع نصب عينيه السلطه الفلسطينيه والقضيه الفلسطينيه كقيمه كبيره لدى المغاربه، ولا احد يزاول في هذا، يناقش في هذا. والا انظر الى ما يقدمه المغرب للاشقاء الفلسطينيين من دعم مادي مع مدى التاريخ. لذلك انت تريد ان تغطي عن الموضوع، انت تحاول ان تغطي على الموضوع بالاستراتيجيه التي ينهجها المغرب وبالشراكه وبالاتفاقيات التي يحاول المغرب ان يعقدها مع بعض الدول الصديقه التي يعتبرها مسانده لقضيته ولسيادته الوطنيه. يا اخي لا تخلط الحابل والنابل، ولا تشرك القضيه الفلسطينيه مع اعتراف اسرائيل بقضيه الصحراء، لانها هذا في كفه وهذا في كفه. المغرب يحاول ان يبحث عن توازن موجود وله هذه القيمه، المغرب له هذه السلطه. ونتذكر جيدا ان المغرب عندما قال لاسرائيل بان تفتح المعبر ما بين الحدود الفلسطينيه والاردنيه والاسرائيليه فتح، لان المغرب قال ذلك وفتح، بمعنى كلمه المغرب موجوده وسلطته موجوده حتى على اسرائيل. وبالتالي هذه الاتفاقيه هي اتفاقيه يا اخي، هي ليست موجهه لا للجزائر ولا للبوليزاريو. المغرب كما نقول له سلطته السياديه والعسكريه، ويمكن ان يدافع عن نفسه وليس في حاجه الى من يسانده في هذا العسكري، لانه عنده جيش وعنده سلاح ويمكن ان يقف في اعتى الجيوش التي يمكن ان تمس سياده المغرب. انتم تخافون فقط عندما يمد يده المغرب الى اي دوله من اجل اتفاقيات تثيرون زوبعه وتسكتون من بعد، ولكن لا تنظرون الى الشراكات التي يعقدها او تعقدها الجزائر. عندما اتحدث عن الجزائر اتحدث عن البوليزاريو، لان انتم مجرد مرتزقه لا وجود لكم على الارض. انتم بانفسكم محتلون لتندوف ومحتلون لبشار، وبالتالي هذه اراضي مغربيه يجب ان تعود الى الاراضي المغربيه مره اخرى. اقول لا بالتالي كفانا من هذه البيداغوجيه ومن هذه الاستراتيجيه التي لا تجدي ولا تنفع وليست لها قيمه في القضيه. الطالب يعني انت تتبسم، ولكن في نهايه المطاف يوضح سعيد ان اي اتفاق مع الجانب الاسرائيلي او دول اخرى هو في نهايه المطاف غير موجه ضد جبهه البوليساريو ولا الجزائر. طبعا أستاذتي، أنا أتبسم لأنه هذا شيء جديد أن يصف الشعب الصحراوي بأننا نحن شعب محتل. الخطوة المقبلة سيكون مرتزقة، محتلون ومرتزقة. سعيد لو سمحت، لا أرض لكم، لا أرض لكم. سعيد لو سمحت، الأرض تندوف وبشار محتلة من طرف الجزائر وهي أراضي مغربية. سعيد لنقطة الطالب لو سمحت.